كلنا بندخل العلاقة واحنا بندور على الحب والاحتواء والأمان، لكن مش كل علاقة بتدينا اللي دخلنا ندور عليه. في علاقات بتكون مرهقة لدرجة ان كل يوم بتصحى وانت حاسس ان روحك بتتسحب منك حتة حتة. الخروج من العلاقة المرهقة مش معناه ان انت فشلت ولا معناه ان انت ضعيف، بالعكس ساعات بيكون اكبر انتصار لنفسك. يعني ايه خروج آمن؟ الخروج الآمن مش ان انت تمشي وخلاص، لكن ان انت تخرج وانت محافظ على كرامتك وسلامك النفسي وثقتك بنفسك، من غير ما تخلي التجربة تكسر نظرتك للحياة او للحب. الهدف مش ان انت ما تتوجعش، الهدف ان الوجع يكون مرحلة مش اسلوب حياة. اول خطوة اقتنع بالحقيقة، اسأل نفسك: هل العلاقة دي مريحاني ولا مسببة لي ارهاق؟ هل بقيت نسخة احسن من نفسي ولا بقيت نسخة اسوأ؟ هل بحس بالامان ولا بالخوف والقلق الدائم؟ لما تجاوب بصدق القرار هيكون اوضح. تاني خطوة، افصل ما بين الحب والاستنزاف. ممكن تحب حد جدا وفي نفس الوقت يكون وجوده بيأذيك وبيستنزفك. الحب لوحده مش كفاية لاستمرار أي علاقة، لأن العلاقة الصحية محتاجة احترام وأمان وتقدير وحدود واضحة. تالت خطوة، خد القرار بعقلك قبل قلبك. وقت الانفصال المشاعر بتكون عالية جدا، لكن القرار لازم يكون مبني على الواقع مش على الوعود أو الذكريات الحلوة. افتكر ان العلاقة بتتقاس باللي بيحصل باستمرار، مش بالمواقف الجميلة القليلة اللي بينا. رابع خطوة، اقطع دوائر الرجوع. كل رسالة وكل متابعة وكل محاولة تعرف أخباره بتفتح الجرح من أول وجديد. أحيانا البعد بيكون علاج مش عقاب. خامس خطوة، اسمح لنفسك بالحزن. الحزن بعد الانفصال شيء طبيعي ومش معناه ان قرارك غلط. ادي نفسك فرصة تعيط وتتكلم وتكتب وتطلع اللي جواك بدل ما تكبته. طب ازاي اقلل التأثير النفسي عليا؟ اوعى تلوم نفسك على كل اللي حصل، ما تستعجلش النسيان. اهتم بأكلك ونومك، ارجع لهواياتك القديمة، اقعد مع ناس بتحبك، مارس رياضة او امشي كل يوم. اكتب مشاعرك في ورقة بدل ما تكتمها جواك. كل خطوة صغيرة بتعمل لك فرق كبير جدا. هقول لكم بعض التدريبات الصغيرة اللي ممكن تساعدكم على الخروج الآن. أول تدريب، ورقة الحقيقة. اعمل ورقتين. في الورقة الأولى اكتب انت ليه كنت متمسك بالعلاقة دي، وفي الورقة التانية اكتب ايه الضرر اللي ممكن تسببه لك العلاقة دي. كل ما تضعف اقرأ الورقة التانية. التدريب التاني، عود نفسك تسترجع ذكرياتك. كل يوم اكتب 3 حاجات كويسة عملتها لنفسك، حتى لو كانت بسيطة. شربت مية، خرجت اتمشيت، ضحكت، خلصت شغل مهم كان مطلوب منك. هتلاحظ ان تقديرك لنفسك بيرجع بالتدريج. التدريب اللي بعد كده، حدودي اولا. اكتب قائمة بعنوان الحاجات اللي مستحيل اقبلها في اي علاقة تانية. دي هتبقى دستورك لأي علاقة جديدة. التدريب اللي بعد كده، رسالة مش هتبعتها. اكتب كل اللي نفسك تقوله للطرف التاني من غير ما تبعت الرسالة. الكتابة بتساعد العقل يفرغ المشاعر من غير ما يرجع لنفس الدايرة تاني. طب ايه علامات ان انا بدأت اتعافى؟ ان انا بدأت افكر في الطرف التاني اقل، نومي بقى احسن، بطلت الوم نفسي، بقى عندي طاقة لحياتي، اني رجعت احساس الامان اللي جوايا، وبقيت مقتنع ان سعادتي مش مرتبطة بوجود شخص معين. رسالتي الاخيرة ليكم، افتكروا دايما ان اختيارك لنفسك مش انانية، ده نضج. وهفضل اقولها، الشخص اللي بيحبك بصدق مش هيخليك تخسر نفسك عشان تحافظ عليه. والعلاقة الصحية هي اللي بتخليك تنام مرتاح وتضحك من قلبك وتحس ان انت محبوب زي ما انت، مش لانك بتتعب نفسك عشان ترضيه. الخروج من العلاقة المرهقة هيكون مؤلم في البداية، ولكن في اوقات كتير هو اول خطوة في طريق التعافي واستعادة نفسك من جديد. ودمتم
سالم.